مساء الخير على أحلى مشاهدين في الدنيا. اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. جملة كانت منتشرة بين أوساط الناس في العصر الفاطمي، واللي اقتبسها الرائع علي الحجار في أغنية بوابة الحلواني، تأليف سيد حجاب وألحان بليغ حمدي. لأن بعد فتح مصر سنة 969 ميلاديا على إيد جوهر الصقلي قائد جيوش الخليفة لمعز الدين الله الفاطمي، أسند ليه بناء مدينة جديدة علشان تكون مركز للخلافة الفاطمية في مصر. والمدينة دي كان اسمها القاهرة، واسم القاهر جه نسبة لكوكب الزهر اللي كان وقت وضع أساسات المدينة هو حاليا كوكب المريخ، وهو كان بيدل على الحرب عند المنجمين. في الوقت ده قرر الخليفة أن يكون اسم المدينة القاهرة علشان تكون قاهرة للأعداء في كل وقت وفي أي زمان. جوهر الصقلي واللي كان حلواني قبل انضمامه للجيش بدأ في بداية يبني المدينة الجديدة اللي كان تخطيطه في الوقت ده سابق عصره، بداية من مكان المدينة شمال مدينة الفسطاط اللي كانت عاصمة مصر. وفي الوقت ده كان المكان مرتفع علشان تكون محصنة من الهجمات وبعيدة عن نهر النيل علشان بعيدة عن الفيضانات. حاوت المدينة بأسوار عالية وأبواب خشبية قوية لسه موجودة لحد دلوقتي، زي باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة، واللي لسه محتفظين بمعالمهم الأثرية لحد دلوقتي. وبنى الجامع الكبير والمعروف بالجامع الأزهر، منارة العلم الإسلامي ومركز الإسلام في العالم كله. كمان بنى قصرين للخليفة وعائلته، حواليهم بيوت الحاشية والأمراء، رغم ان القصرين حاليا مش موجودين الا المنطقة لسه محتفظة بأسمائهم، وهي بين القصرين. جوهر الصقلي كان حريص ان شوارع المدينة تكون مستقيمة ومنظمة، عكس المدن في الوقت ده كانت شوارعها غير منتظمة. وكان من أشهر الشوارع في القاهرة القديمة شارع المعز. شارع المعز يعتبر دلوقتي هو أكبر متحف مفتوح للعمارة الإسلامية في العالم، بيضم كتير من المعالم الإسلامية البارزة، ومن أهمها جامع الحاكم بأمر الله، جوهرة العمارة الفاطمية. يعتبر من أكبر الجوامع القاهرة اللي كان مركز من أهم المراكز الدينية والثقافية. غير جامع الحاكم شارع المعز في كتير من المعالم الإسلامية الأخرى زي مجمع قلاوون، بيت السحيمي، مدرسة الظاهر بركوك، سبيل عبد الرحمن كتغدة، قصر الملك الأمير بتشاك، سبيل خسرو باشا، سبيل محمد علي، وكالة الغوري، حمام أنيال، وجامع الأقمر، وغيرها 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 من الروائع المعمارية. ده غير الورش اليدوية والمحلات التجارية المنتشرة فيها والمقاهي الثقافية. شارع المعز يعتبر جوهرة للتراث المعماري الإسلامي، واللي اهتمت بيه الدولة بشكل كبير خاصة في الفترة اللي فاتت. تولد ترميم الشارع وتنظيم الحركة ووضع لمسات جمالية، وحسنت التجربة السياحية للسائح في زيارته للشارع.